تردد الأنباء عن اعتقال المعتصم في مدينة سرت وأخبار نقله إلى بنغازي أعاد إلى الأذهان ما تردد مرارا حول اعتقال سيف الإسلام القذافي، قبل أن يطل آنذاك على شاشات القنوات نافيا أن يكون في قبضة الثوار أو أن تكون طرابلس نفسها قد وقعت خارج سيطرة القوات النظامية. تسارع وتيرة الحرب فرق أبناء القذافي بين القبائل، حيث قد يكون المعتصم تحصن في سرت، وفي بني وليد سيف الإسلام الذي قد يوجد في حالة معنوية صعبة بحسب ما تشير إليه معلومات نقلتها مصادر ليبية. وأنا أتكلم إليكم. هذا فيما وجدت عائشة القذافي ملاذا لها في الجزائر منذ عدة أسابيع مع أفراد من عائلتها. ويبقى السؤال بلا جواب شاف حول مكان وجود العقيد الليبي بين احتمالات مكوثه متحصنا في ليبيا أو هروبه إلى الجزائر مع أفراد عائلته أو إلى بعض البلدان الإفريقية. لكن سقوط سرت المرتقب وفي عقبها بني وليد سيسقط القناع عمن لا يزال متحصنا فيهما، ما قد يجعل الكفة ترجح وقتئذ لصالح المنفى الإفريقي.